تحياتي الإخوان، صباحكم مبروك. اليوم بغيت نهضر على واحد المرض كيصيب الفراخ. انا جيت مع الصباح البارح لقيت فرخ ميت، ما عليش حيدتو، قلت عادي جدا. اليوم جيت مع الصباح لقيت فرخ اخر ميت. الشيء اللي خلاني نبحث على السبب ونقلب على السبب شنو هو، فاذا بيا فاش كنبحث بقاو معايا باش نوريكم السبب، باش نوروا الاخوان ويعرفوا المشكل ويعرفوا باللي هذا المرض هذا راه ماشي مرض الكبده، وباللي هذا المرض هذا اللي كيكون بحال هكا هذا راه مرض راه غادي نوريه لكم دابا. بلاتي كما كتلاحظوا البطن ديال الطائر زرق وكان منفوخ في الصباح، دابا راه تفش شويه حيت الطائر مات، وهو مات تقريبا تاني بسبب الجوع، حيت الام ديالو ملي كتعرفوا راه مريض ما كتبقاش توكلو باش ما ينقلش ليها العدوى. سبحان الله العظيم اللي علمهم هاد الغريزه. وانا بغيت نوريكم بالدليل المسار ديال هاد الطائر، هذيك الزروقيه اللي كتبان كيفاش حتى كتبان هذيك الزروقيه، باش تعرفوا باللي هذا المرض هو مرض الكوكسيديا. كتكون الزروقيه هنا في هذه البلاصه هذه خارجه، كتبان البنان بحال الكبده، وهو راه المصران اللي منفوخ وصل لواحد الحاله خايبه. انا عارف غيكونوا بزاف ديال الانتقادات في الفيديو، غينوضوا بزاف ديال الاخوان غيبدا يقول لك اودي لا الطائر مات. انا قررت انني باش نوركم بغيت نفتح ليه غير المصران باش نوريكم كيفاش الامعاء كتكون زرقاء، كتولي زرقاء وغادي وكتولي كحله. بزاف ديال الاخوان غادي يبقاو ينتقدوا، ولكن هذا عادي، حنا كنقلبوا الطائر مات مزيان نوروا الاخوان ونوريوهم باش ما يبقاوش غالطين ويمشيو بيقول لك اودي بلي راه هذاك راه مرض الكبد هو اللي كيتنفخ كيخرج هنا كيولي زرق. لا، هذوك راه الامعاء ديال الطائر اللي كيتنفخوا، لان الامعاء دايرين من هنايا وغادي للمخرج، دايرين واحد بحال هكا وغادي للمخرج، وملي كيتنفخ هنا كيتبقى يتنفخ المصران، كيبقى يتنفخ حتى كيهبط للمخرج ديال الطائر. انا غادي نوريكم ان شاء الله المصران ديالو باش تفهموني. ها انتم كما كتلاحظوا معايا، شوفوا الامعاء كيفاش كتبان هنا. ما غاديش يبان لكم ولكن نجيو هنا شويه للضوء. شوفوا الامعاء كيفاش كتبان. هاد الامعاء هادي راه امعاء جايه من تحت الكبده. شوفوا كيفاش كتبان، ولات زرقاء. انا غادي نخرجها، فهانتوما كما كتشوفوا معايا وكتلاحظوها. كنتمنى ان الصوره تكون باينه لكم مزيان، تلاحظوا ان كيفاش هذا هو الطرف اللي كيبقى يبان لك انت في هذه البلاصه هذه، كيبان لك تحت الكبده وكيبان لك كحل، وكتحسبها انت راه كبده وكتبقى تعطي للطائر دواء ديال الكبده، والطائر ما كيبراش. واخا كتعطيه الدواء ديال الكبده ولكن ما كيبراش. علاش؟ حيت هو ماشي كبده، حيت هو مريض بالامعاء، مريض بكوكسيديا ولا المرض اللي كيبقى هاد الامعاء كيبقاو بحال هكا حتى كيوصلوا لواحد الحاله متقدمه وكيموت الطائر. فهذا الشيء اللي بغيت ننور الاخوان ونوريهم بلي هذا المرض هذا راه ماشي مرض الكبد. نتمنى ان الفيديو يكون وصلكم ويكون واضح ومزيان. نتمنى من الاخوان انهم اللي ما كيعرفش شي حاجه ما يبقاش يغلط الاخوان حتى كيولي فايت عليهم الفوت، كيبدا يقول ليه ودي مرض الكبد مرض كذا. حنا هادشي اكتسبناه عن تجربه فقط، ماشي اكتسبناه قرينا عليه في اليوتيوب، وقرينا عليه في مواقع وشفناه. واللي بغى يتاكد من هذه الحقيقه اللي كنقول ليه يدخل اليوتيوب ويكتب مرض الكوكسيديا امعاء الطائر اثناء اصابته بمرض الكوكسيديا، وغادي يشوف الامعاء كيفاش دايرين، حالتهم حاله وزرقين. وتحياتي الاخوان، ونتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معنا.